تخيل انك تكون عايش في دارك انت وعائلتك في امان الله، حياه طبيعيه بحالك بحال كاع ايتها الناس، ومن وسطكم كاين ساحر عايش معكم في نفس الدار، كياكل من ماكلتكم وكيشرب من شرابكم وكينعس معكم، وانتم ما حاسينش وما عارفينش واش اصلا معكم شي واحد في الدار. هادشي ما كيدخلش العقل، انا عارف، ولكن هادشي بصح وحقيقه. واللي دار واحد الساحر ليبي واللي سميتو ابراهيم مسعود في واحد العائله ليبيه واللي سميتها عائله الحاسي. هاد القصه بغيت كلشي يعرفها، حيت هادشي اللي غتسمعوا ما كيبشرش بالخير، واللي وقع هادي غير ايام قليله اللي فات. داكشي علاش خاصك ضروري تبارطاجي هاد الفيديو هذا مع الناس اللي كتعرف، باش يردوا البال من بحال هاد السحره هادو، واللي يقدر يكون عايش معاك حاليا في الدار وانت ما عارفش. دابا غتجيب معاك شي حاجه تاكلها، كاس اتاي، كاس تاع القهوه، وعطيني ودنيك وعقلك مزيان. مشينا. القصه ديالنا كتبدا مع واحد سميتو احمد مسعود. احمد مسعود معروف عند الناس على انه راقي ومعالج بالقران. اي واحد عنده مس ولا سحر كان كيمشي عند احمد مسعود، ولكن اللي ما كيعرفوش عليه هو انه اخبث ساحر واكبر رجال ممكن تعرفوا. ما يدخل الدار الا وكيدمرها. اي سيدي كما كتسمعها بالحرف، ما كيدخل الدار الا وكيشتتها. والمشكل الكبير هو ان الناس باقي مصدقين على انه راقي ومعالج بالقران. في البدايه ديال احمد مسعود كان كيتعلم السحر بحال كاع السحره، شويه دار الكليان ديالو وروج الحركه، وكان ديك الساعات خدام غير بوحدو مع حتى واحد. ولكن الكليان بداو كيتكاثروا والخدمه ولات عليه كثيره. هنا غادي يقترح على خوه الكبير ينضم ليه ويعاونوا في الخدمه، وقال لي عندي لك خدمه وخطه اللي غتخليك شبعان فلوس. خوه مزاد معاه كلمه، اقتنع وقال لي طحان معلم. دابا الصحراء ولاو جوج، احمد مسعود وابراهيم مسعود. ارى انت هاد جوج الصحراء عندهم واحد الخطه وواحد الاستراتيجيه جهنميه، ماشي بحال كاع الصحراء اللي كتعرف، واللي تيكونوا جالسين في المحلات ديالهم كيتسناو الكليان يجي عندهم ويخدموا ليه ومن بعد يتخلصوا منه. لكن هادو لا، هادو كان الا جا عندهم شي واحد ولا وحده فيها سحر ولا مس ولا اي حاجه من هذا القبيل، عوض ما كيعالجوا بالقران والسنه كانوا والعياذ بالله كيسحروا ليه. ايها معلم كان كيسحروا ليه سحر على سحر. هذا الشخص هذا اللي جاي عندهم باش يتعالج كان كيديروا ليه سحر اخر. وعلاش في نظرك غيديروا ليه هذا البلان؟ باش هذا الشخص هذا ولا هذا الكليان يبقى غادي يجي عندهم كل مره يعطيوه الفلوس. وكان السحر باش كيسحروا هاد السحره سميتو سحر الاستفاده والطاعه. وكيولي هذا الشخص مسكين فين ما كيدور عنده شي ريال كيولي يجري عند السحره باش يعطوهم ليه، وكيوليو هاد السحره والعياذ بالله كيستافدوا من هذا الشخص هذا باكبر عدد ممكن ديال المال تحت اسم انه كيتعالج. وهذا الشخص مسكين كيولي مسحور وما كيعرف باقي شنو كيدير. هاد الاخوان استمروا في هذه الخطه هذه في ليبيا كلها، دمروا بزاف ديال العائلات، شتتوا بزاف ديال الاسر، وبهدوا بزاف ديال الناس، وكلاو رزقت بزاف ديال الافراد. والمشكل الكبير هو ان الشخص اللي كيتسحب هذا السحر هذا كان كيسحب لي بانه تعالج، وبدا كينشر الخبر ديال هذه السحره وكينصحوا الناس اخرين باش يجيو يتعالجوا عندهم. هكذا تنتشر الخبر ديال هذه السحره، ولاو مشهورين ولاو عندهم كليان بالزايد، وبقاو على هذا الجرم هذا لمده 20 سنه. تصور انه كاين ناس مرضوا على يد هذه السحره، وناس تطاو وناس ماتوا. ارانت من هاد الناس كاين اللي حاسب بان هذا الشيء ماشي هو هذاك وماشي طبيعي، والحالات ديالهم ولات كتدهور اكثر فاكثر، ديورهم ما بقاتش كما كانت، ولادهم ما بقاوش كما كانوا، وحالتهم تبدلات بزاف. المهم القضيه غاديه في الهلاك والخسران. وهنا هاد الناس غيمشيو عند شيوخ اخرين واللي هما رقاد حقيقيين واللي كيعالجوا بالقران والسنه. وملي جاو هاد الرقاد هادو وسمعوا شنو كانوا كيديروا لهم هاد السحاره وشافوا الطلاسم اللي كانوا مرسومين في البيبان والحيوط، هنا هاد الرقاد استغربوا وتصدموا وقالوا لهم نتوما جبتوا السحاره بيديكم وديوركم، وهادوك حاشا يكونوا رقاد. هنا الناس بدات كتوعى وكتعرف الحقيقه ديال هاد المشعوذين، ولاو كيشكوا بهم عند واحد الوحده واللي سميتها وحده مكافحه السحر بليبيا. هاد الوحده تلقات بزاف ديال الشكايات بخصوص هاد المجرمين واللي كانوا مرونين ليبيا كلها، والقضيه ديالهم قالت بوم ديك الساعه وسميتهم ولات معروفه عند الجميع. واخيرا الاخ الصغير اللي سميتو ابراهيم مسعود غيتلقى القبض عليه، ولكن الاخ الكبير ما بانش ليه الاثار. دابا الاخ الصغير تشد، واول سؤال سولوه فين هو اخوك الكبير؟ قال لهم ما عارفش وما بغاش يعترف ليهم، ولكن بعد ما ضغطوا عليه مزيان اعترف ليهم وقال لهم راه كاين دابا حاليا في واحد الدار عند واحد العائله واللي سميتها عائله الحاسي واللي كاينه في البلاصه الفلانيه. سولوه وقالوا ليه واش هاد العائله شادين خوك مخبيين ولا كيفاش؟ قال لهم لا، هو ساكن معاهم كياكل وكيشرب وكينعس وهما ما عارفينش. قالوا ليه كيفاش ما عارفينش؟ قال لهم يا سيدي راه ساكن معاهم تما وما يقدرش يشوفوه. هنا وحده مكافحه السحر بليبيا تحركوا دغيا ومشاو ديريكت عند عائله الحاسي، دقوا عليهم السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لهم واش نتوما هما عائله الحاسي؟ قالوا ليه يا سيدي هما حنا. قالوا لهم واش معكم شي ساحر في الدار؟ قالوا لهم بلاتي ربما غلطوا في العنوان وجيتوا للمكان الغلط. قالوا لهم لا حنا جينا المكان الصحيح، خرجوا لينا داك السحير اللي معكم. قالوا لهم ودي الله يهديكم حنا راه دارنا هذه وعرفنا شنو فيها واللي ما فيهاش. وبعد حوار طويل واخذ ورد في الكلام قال لهم الا ما تيقتوش دخلوا وشوفوا برياسكم. وحده مكافحه السحر دخلت للدار ومعها رقات والناس متخصصين، بداو كيقلبوا في الدار كلها بقنت حتى دخلوا على واحد البيت وتلقاو داك الساحر قدامهم جالس على الارض وشاد البخور بيديه.
عائله الحاسه ملي شافوا هذا المنظر هذا تصدمات وما عرفت باقي ما تقول. منين جا هذا ومنين دخل اصلا؟ شدوه وداوه معاهم. لكن السؤال المحير في هذا الشيء كامل هو كيفاش تمكن هذا الساحر يدخل لهذا الدار ويعيش مع هذه العائله وبلا ما يعرفوا؟ باش تعرف الجواب ديال هذا السؤال اخي المشاهد خليونا نرجعوا شويه للور. واحد النهار بنت من بنات عائله الحاسي كانت مريضه وما عارفينش مالها. ها اللي كان كيقول لهم عندها سحر وها اللي كان كيقول لهم عندها مس. المهم كل واحد كيلغي بلغاه، كل واحد شنو كيقول. راه انت في هذا الوقيته اخبار ديال هاد الصحراء منتشره في البيه كلها على انهم رقاة ومعالجين بالقران. عائله الحاسي هنايا غيجدوا بنتهم وغيديوها عند هاد الصحراء واللي كيعتقدوا على انهم رقاة. مشاو عند الصحراء هادو وشرحوا لهم رمضان كامل ووصفوا لي الحاله ديال البنت كيفاش دايره. قالوا لهم الحل ديال بنتكم عندنا وبنتكم غترجع احسن من الاول. عائله الحاسي اطمئنات وما قداتها فرحه. وملي مشى واحد الساحر من دوك الصحراء للدار باش يشوفها تلقى الدار متسعه وزوينه وعطى الله الخير وقال انا لازم نبقى في هاد الدار واحد الفتره من الزمان وغناخذ اي حاجه بغيتها من هاد العائله. الخطوه الاولى اللي بدا بها هذا المجرم هو انه استعان بالجن باش يفقد الوعي ديال العائله كامله. الخطه الثانيه هي قال لهم الا بغيتوا بنتكم تبرا راه خاصني نرقي لكم الدار كامله وهنا فين نقدر يزرع الطلاسم وبدا كيكتب على البيبان والحيوط وفي جميع الاماكن ديال الدار وباش يتحكم في الامور كلها شربهم السحر والعياذ بالله. وكان كيدق مسامر في جميع الحيوط ديال الدار واي مسمار طرقه كان كيقرا عليه تعاويذ وطلاسم وكلام غريب وما مفهومش. والسحر اللي كان داروا هذا المشعوذ لهذه العائله هو سحر الطاعه والاستفاده وعقد اللسان والحجب بالكامل. المحبه والطاعه باش اي حاجه بغاها يجيبوها ليه وما يقدروش يقولوا لا، وعقد اللسان باش الا شافوا شي حاجه ما يقدروش يهضروا. المهم العائله تسحرات وما عرفوش باقي شنو كيديروا وهذا الساحر بقى عايش معاهم في الدار لمده ديال 9 شهور بلا ما يشوفوه ولا يعرفوا واش عايش معاهم. كياكل معاهم وكيشرب معاهم وكينعس عندهم في الدار. دابا غتشوفوا معايا واحد الضحيه من الضحايا اللي تسحلوا على يد ابراهيم مسعود وهو شاب محترم وخدام في مجال العقار يعني دري ميسور. وكان هذا الشخص كيقول بلي الحياه ديالي كانت مزيانه في الاول وكنت مرتاح في حياتي ولكن بعد شويه شعر بانه شي واحد سحر ليه وعوض هذا الشخص ما يصلي ويتضرع الله عز وجل ويطلب الدعاء غيمشي عند ابراهيم واللي اخباره كانت قالت بوم في ديك الوقيته على انه راقي مزيان وخدمته دقه بطله. مشى عند ابراهيم وحكى ليه كلشي بالتفاصيل. قال ليه اوكي حلك عندي. جاب ليه واحد الطاوله عامره بالدم وعليها 4 ديال الفازات في كل قنت كاين فاز وعطاه واحد الريشه والدوايه وقال ليه كتب سميتك في القنات ديال الطاوله ب4 ومن وسط هاد الطاوله هذه كاين مربعات وطلاسم وشي اشكال غريبه. المهم ملي سال ابراهيم من هذه الخدمه قال ليه صافي غير سير دابا حتى نعيط عليه. لغد اللي هضر معاه ابراهيم وقال ليه جي وجيب معاك 4 ديال القفوله. 4 ديال القفوله كاش بغيتيهم شنو غدير بهم؟ قال ليه انت غير دير داكشي اللي قلت لك وصافي. اما القفوله انا بغيتهم باش نحصنك بالكامل وما يقدرش حتى شي واحد باقي يقرب ليك. السيد اقتنع وشرى القفوله وجابهم لابراهيم. وهنا هذا الساحر غادي له واحد السحر اللي سميتو سحر ايقاف الحال وسحر المحبه والطاعه باش اي حاجه طلبها ليه يجيبها ليه واي فلوس طلبها منه يعطيها ليه. ملي صار ابراهيم الساحر من القفوله عطاهم لذاك الشخص وقال ليه دفنهم عندك في القناه ديال الدار ب4 كل قنت دفن فيها قفل. السيد خدا القفوله ودفنهم في البلاصه اللي قال ليه. كيمشي كل قنت كيحفر كيحط القفل وكيدفن يعني هذا السيد سحر راسو براسو. وكان هذا الشخص مسكين فيما كيدور عنده شي عيال كان كيجري بيه عند الساحر وكيعطيها ليه حتى ان السيد ما بقاش قادر يخدم ولا جالس في الدار لمده ديال عامين وما كيخرجش من الدار وتسبب ليه هذا السحر هذا في بزاف ديال الامراض والعياذ بالله. الاخوان الصحراء احمد وابراهيم ما اكتفوا باقي غير بهادو بل سحروا حتى الاقرباء ديالهم واللي هما اصلا ولاد خالتهم. وهاد العائله سميتها عائله اللواطي واللي كتكون من 4 ديال الافراد وليد وخالد ومعتز واختهم بريكه. وكان بين هاد الصحراء وبين هاد الاخوه هادو خلافات ومشاكل بسيطه بحال كاع المشاكل اللي كتكون بين الناس. هنا هاد الصحراء غينوضوا يسحروا لخالد خوهم الكبير وغيتسببوا ليه فشل كلوي. وبعد ما سحروا لخالد ولا عنده مشكل في الكلاوي ناض خوه وليد تبرع على خوه خالد بالكليه. الصحراء ملي عرفوا الخبر ما عجبهمش الحال. حنا سحرنا خالد باش ننتقموا منه وانت تعتقوا وتعاونوا تعطيه كليه. ها اللي ما بغيناش اشنو غيديروا غيسحروا الوليد حتى هو وغادي يوقع عليه واحد لاكسيدون واللي غادي يموت من خلالها. الصحراء ما توقفوش هنايا بعد سحروا لخوهم الاخر معتز واللي مسكين انتهى به الامر واش نق راسو. دابا شنو بقى في الخوت؟ بقات اختهم بريكه حتى هي سحروها ولات مسكينه مريضه وحالتها ما يعلم بها الا الله. وهاد الصحراء كما قلت لكم والعياذ بالله رونوا ليبيا كلها ما خلاو لا راجل ولا امراه لا كبير لا صغير. مرضوا بزاف تاع الناس في صحتهم ودمروا حياتهم ولكن الحمد لله وحده مكافحه السحر بليبيا تمكنات من القبض عليهم بجوج وهما حاليا في الحبس كيقضيو الجزاء ديالهم في الدنيا قبل الاخره. الاخوان ردوا بالكم مزيان وخدموا عقلكم وماشي اي واحد مربي اللحيه راه راقي ومعالج بالقران وماشي اي مره تضرك شي حاجه تقول انا ممسوس ولا انا مسحور. توضا وصلي وتضرع الله عز وجل وكن على يقين ان الشفاء من عند الله عز وجل وماشي في يد شي واحد اخر. هذه كانت قصتنا لهذه الحلقه نتمنى انكم تستافدوا منها وتاخذوا منها العبره وهكذا غنكونوا سالينا الحلقه. نشوفكم في الحلقه الجايه مع قصه جديده. السلام عليكم.